عايز اسال برضو سؤال مهم او تخيل مهم. الناس اللي عندها اربعينات او خمسينات اول سؤال هيساله او اول كلام هيتكلموا كده ومفيش بديل للجراحه واحنا لازم نعمل عمليه، مش ممكن نعمل حاجه تانية غير العمليه تنفع معانا. وده صحيح. هو دايما زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده احنا دايما بنمشي بالترتيب كده، في حاجات محتاجه عمليات لا لكن مش كل الحالات محتاجه عمليات. فاحنا دايما حسب الاعراض اللي موجوده وحسب درجه التزحزح. اول حاجه الألم شديد ولا لا، وهل عمل علاج طبيعي ولا لا، هل قدر يقوي العضلات بتاعته ولا لا. لو قدرنا ان احنا نحسن الألم عن طريق تقوية العضلات والاسترتشات فده ويل اند جود. تاني حاجة الحاجات اللي مهدئة لالتهاب الأعصاب، مسكنة للآلام، مضادة لخشونة المفاصل، ده بيجيب نتيجة مع ناس كتير. بعد كده عندنا طبعا التردد الحراري والحقن الأعصاب، حقن جذور الأعصاب ده بيقلل الأعراض برضو. ففي نسبة مش قليلة من الحالات بيخفوا عن طريق يعني الحلول التحفظية أو الكونزرفاتيف مانجمنت، وده دايما اللي بنبدأ بيه، لأن العملية دي مش عملية صغيرة، دي عملية كبيرة، فاحنا دايما ريستريكتد. يعني دايما بنحاول نخليها اخر الحلول. اخر الحلول بالظبط كده. طيب ايه العلاجات الفعاله من اللي احنا قلناه ده؟ هو كل طائفه بيبقى ليها علاج. يعني لو في التهاب في الاعصاب الطرفيه، التردد الحراري وحقن جذور الاعصاب ممكن يجيب نتيجه كويسه. لو الالم مزمن في العضلات، العلاج الطبيعي ممكن يجيب نتيجه كويسه. دي القناه العصبيه الى حد ما بيبقى محتاج عمليه اكتر يعني. اللي احنا شايفينه ده ايه بقى؟ ده حاله واحد عنده انكلوزنج سبونديلايتس او اسمه التيبس الفقرات. هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي بالظبط. بس ده قصه ثانيه مختلفه، بس برضه داخل ده في الادلت سباينال ديفورميتي.